المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا. الشرطة تخرج دفعة في دورة إدارية. أعضاء كونفدرالية العمال يغرسون شتول بمايحوزة. الجيش المالي يعلن صد هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية. روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول تصدير الحبوب برعاية تركية وأممية. 18 قتيلا على الأقل خلال عملية للشرطة في ريو دي جانيرو. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا، وكانت 2 من الإصابات بغودايف و2 بغازاباندا، وإصابة واحدة في كل من قحوتة وبارجمة وعد سوغدو، وإصابة قادمة من عد قيح وأخرى من كرن. في غضون ذلك شفي مريضان في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 9916، شفي منهم 9744 وتوفي 103، فيما تلقى 69 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 22 من يوليو 2022. خرج مركز تأهيل الشرطة والأمن بدكم حري في 21 من يوليو الجاري 33 من أفراد الشرطة في دورة إدارية استمرت لمدة شهر، شملت الدراسة الإدارة والقانون والعلاقات العامة وكيفية تقديم التقارير. وألقى الرائد ولد جبريل عند قرقيس مسؤول قسم التعليم الفني بالمركز أشاد فيها بدور المتدربين وما أبدوه من اهتمام بالدراسة، وأمن على أن ما درسوه مع خبراتهم السابقة لا شك سيدعم مهامهم في حفظ القانون ومكافحة الجريمة. وقال مسؤول الإدارة والمالية بشرطة إريتريا العقيد هبت مريم تسفى مريم إن الشرطة الإريترية وحتى تمكن أعضائها من أداء دورهم بإتقان تضع تأهيل أفرادها ضمن أولوياتها. وأوضح أن ما نالوه أعضاء الدورة من دروس سيمكنهم من أداء واجبهم على نحو أفضل. من جانبهم أكد المتدربون إن ما حصلوا عليه من دروس، خاصة أنهم استوعبوا بشكل جيد فيما يتعلق باستقبال والاستماع للقضايا. يجدر بالذكر أن الشرطة الإريترية تعمل باستمرار على تنظيم دورات تأهيل لأفرادها في مختلف المجالات. يقوم طلاب المرحلة الثانوية بأنشطة تنموية فاعلة منذ يوم 8 من يوليو في مديرية صرونة ضمن حملة الطلاب التنموية الصيفية. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه في المديرية المهندس زين قرماي أن 200 طالب يقومون بأعمال بناء المدرجات والحواجز المائية وغرس ورعاية شتول الأشجار، مشيرا إلى غرس 6500 شتلة حتى الآن. وقال إن معظم الأشجار المزروعة هي من الأشجار المستوطنة، موضحا أهمية وجود مشتل في المديرية لحل النقص في الشتول. ينشط أعضاء الكونفدرالية الوطنية للعمال في مختلف المؤسسات بالإقليم الأوسط في حملة غرس الشتول بالتزامن مع هطول أمطار الخريف. فقد بدأ عمال 31 مؤسسة منذ 10 من يوليو بأنشطة بناء مدرجات وإعداد حفر لشتل 10,000 شجرة في منطقة دمبزاول اكتملت في 20 من يوليو الجاري. يذكر أنه بمناسبة الأول من مايو قام عمال 21 مؤسسة بأنشطة مماثلة في مساحة 50 هكتارا غرسوا فيها حتى عام 2021 50,000 شتلة في منطقة مايحوصة بإدارة مبادره. ولا زالت المتابعة مستمرة عبر عمل أسبوعي وفق ما أفادت به لجنة التشجير التابعة للكونفدرالية.
بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قال الجيش المالي إنه صد هجوما إرهابيا نفذه مسلحون بسيارات ملغومة على قاعدة كات العسكرية التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة باماكو، وهذه القاعدة حامية في ضواحي باماكو تعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي الكولونيل آسيمي جويتا. ومنذ ساعات مبكرة من الصباح سمع إطلاق نار كثيف في القاعدة العسكرية الرئيسية خارج باماكو قبل أن يسود الهدوء بعد نحو ساعة، فيما يرجح بعض المقيمين فيها أن الهجوم نفذه متشددون إسلاميون. وهاجم متشددون إسلاميون على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية مرارا قواعد عسكرية في أنحاء مالي على مدى 10 أعوام من أعمال تمرد، لكنهم لم يكونوا أبدا على هذا القرب من العاصمة. وذكر الجيش أن متشددين على صلة بالقاعدة نفذوا هجمات منسقة ضد عدة معسكرات للجيش في وقت سابق على بعد مئات الكيلومترات شمالي باماكو، وقتلوا جنديا وأصابوا 15. ولم يتسنى الوصول إلى المتحدث باسم جيش مالي للتعليق، وأحجم مسؤول في الرئاسة عن التعليق. قالت الرئاسة التركية إن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق حول تصدير الحبوب، وبموجبه سيتم تسهيل مرور الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية. وسيتيح الاتفاق الإفراج عبر البحر الأسود عن الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب، مع تخفيف القيود عن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية. وكان وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو قد أعلن أن التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية ممكن في الأيام المقبلة. ويهدف الاتفاق الذي يتم التفاوض في شأنه إلى إعادة استخدام البحر الأسود عبر ممرات مؤمنة ووقف لإطلاق النار في مناطق العبور. وينص أيضا على عملية تفتيش للسفن التجارية يرجح أن تقوم بها تركيا لضمان عدم نقل أسلحة بواسطة السفن التي ستبحر إلى مدينة أوديسا لشحن الحبوب. نفذت قوات الأمن البرازيلية عملية ضد الجريمة المنظمة في كومبليكسو دو ألامو مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو، وأسفرت العملية عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا بحسب الشرطة. وقال متحدث باسم الشرطة المدنية للصحفيين إن القتلى هم 16 شخصا اشتبهوا بانتمائهم إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان مدينة الصفيح، وعنصر من قوات الأمن عمره 38 عاما. وشارك في تنفيذ هذه العملية الأمنية قرابة 400 عنصر من قوات الأمن استخدموا خلالها 10 عربات مصفحة و4 مروحيات. وهدفت العملية الأمنية إلى التصدي لعصابة متخصصة بنهب عربات نقل البضائع والأموال. ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من سكان مدينة الصفيح شكواهم من تصرفات قوات الأمن خلال العملية، مؤكدين أنه تم اقتحام منازل عدد منهم خلال تنفيذ العملية. في المستقبل القريب قد يصبح بإمكان البشر التحليق عبر المحيط الأطلسي بسرعات غير مسبوقة وفي ظرف زمني قياسي، حسب ما كشفت صحيفة ذا سان البريطانية. وكشفت شركة الطيران بوم سوبرسونيك الأمريكية في معرض فارنبورو الدولي للطيران عن نماذج تجريبية لطائرتها المنتظرة أوفرتشر. وقالت إن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد الذي سيتغير بشكل جذري، وبتوفرها على 4 محركات إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب مقارنة مع الطائرات التقليدية. علاوة على ذلك تزعم الشركة الأمريكية أنه سيكون بمقدور أوفرتشر الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي، وهو 3 ساعات ونصف الساعة فقط.
ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار تذكير بالعناوين. إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الشرطة تخرج دفعة في دورة إدارية. أعضاء كونفدرالية العمال يغرسون شتوت في مايحوزة. الجيش المالي يعلن صد هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية. روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول تصدير الحبوب برعاية تركية وأممية. 18 قتيلا على الأقل خلال عملية للشرطة في ريو دي جانيرو. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.